السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ودع المنتخب الجزائري الرديف بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الشان 2025 بعد خسارته أمام السودان بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ربع النهائي التي أقيمت بمدينة زنجبار التنزانية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. خيبة كبيرة للجماهير الجزائرية، خاصة أن الآمال كانت معلقة على أشبال المدرب مجيد بوقرة لتحقيق أول لقب في تاريخ الخضر في هذه المسابقة، بعدما بلغ المنتخب نصف نهائي نسخة 2011 وخسر نهائي النسخة الماضية أمام السنغال بركلات الترجيح. لكن هذه المرة الإقصاء جاء مبكرا ولأسباب متعددة. البداية كانت قوية بانتصار كبير على أوغندا بثلاثية نظيفة، غير أن الأداء تراجع تدريجيا مع تعادلات متتالية أمام جنوب إفريقيا وغينيا والنيجر وسط مشاتل هجومية واضحة وضياع فرص سهلة أمام المرمى. العامل البدني كان أيضا سببا أساسيا. لاعبو الدوري الجزائري أنهوا موسم 2024-2025 متأخرا، ثم لعبوا نهائي الكأس في يوليوز، وبعد أيام قليلة فقط دخلوا أجواء البطولة القارية، ما جعل الإرهاق واضحا على اللاعبين في الأدوار الحاسمة. إلى جانب ذلك الدفاع لم يكن في الموعد. الثنائي عليلات وغزالة الذي ظهر بشكل جيد في البداية ارتكب أخطاء مكلفة في لقاء السودان، وكاد المنتخب يتلقى أهدافا أخرى لولا سوء استغلال مهاجمي صقور الجديان. الغيابات أثرت بدورها، حيث خسر مجيد لاعبين مهمين مثل عادل بولبينا المنتقل إلى الدحيل ورضوان بيركان الملتحق بالوكرة، إضافة إلى أكرم بوراس الذي غاب بعد توقيعه مع ليفسكي صوفيا. هذه الأسماء كانت قادرة على إعطاء حلول إضافية للتشكيلة، كما أن الظروف التنظيمية لم تساعد الخضر. رحلة متأخرة، احتجاز غير مبرر في المطار، وانقطاع الكهرباء خلال آخر حصة تدريبية، كلها عوامل أثرت على التحضيرات الذهنية والمعنوية قبل مباراة حاسمة كهذه. وهكذا انتهى مشوار المنتخب الجزائري الرديف في شان 2025 بخيبة أمل جديدة، لتطرح أسئلة عديدة حول مستقبل هذا المنتخب والكيفية المثلى لإعداده بين ضغط المنافسات المحلية والاستحقاقات القارية. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد.